لكن هم كمان بقى عندهم ثقة فينا إن إحنا مش بس نوصّل ولادهم المدرسة، لكن إحنا بقينا معاهم كمان في توصيلهم للكورسات وللتمارين، مش أوكي. بس في خلال السنة الدراسية لكن كمان في الصيف. فهل بعد ما بقت schools معروفة دلوقتي، حسّيت إن أنتم عملتوا تغيير في فكرة الأهالي نقل المدارس من البيت للمدرسة؟ بُصّي، هو يعني على الرغم من الإنجازات اللي حققناها كschools، لكن إحنا حاسين إن إحنا لسه ما عملناش حاجة. هو السوق أوكي. كبير جدًا، إحنا عندنا الmarket share لسه فيه، إحنا عطشانين إن إحنا ناخد أكبر من الmarket share اللي إحنا شغالين. الحمد لله بنكبر بشكل كبير جدًا، إحنا دلوقتي بنخدم أكتر من 3000 طالب، أوكي. وعندنا أكتر من 12 مدرسة. بخلاف كده إن إحنا ما بقيناش بس مع ولي الأمر في توصيل ولاده للمدرسة، لكن هم كمان بقى عندهم ثقة فينا إن إحنا مش بس نوصّل ولادهم المدرسة، لكن إحنا بقينا معاهم كمان في توصيلهم للكورسات وللتمارين، مش أوكي. بس في خلال السنة الدراسية لكن كمان في الصيف. جذبناهم إن هم كمان يبقى لأولادهم الكبار في الجامعات أو في المعاهد، كذلك ليهم هم شخصيًا في الparents الأجازات. نَفْسهم. بالضبط. يعني هم بعض الparents بقوا بيعتمدوا علينا كمان في الpre booking إن هم عايزين يودّوا ولادهم لعائلاتهم مثلًا، فبقوا بيعتمدوا على أوكي. schools متطمنين. هم already شايف عندهم خدمة عُملا بيقدر يتعامل معاها، شايف الprofile الكامل بتاعة السواق، عارف إن شركة بتقدر تتعامل في حاجة critical حساسة زي الأطفال، يقدر كمان يعتمد عليها كأسرة كمان.